السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا تاني في فيديو جديد مع بعض، والنهاردة هنعمل القرنبيط. آه بت- يعني هنعمله مقرمش ان شاء الله، وحلو جدا من غير ما نضيف له بيض. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة كده انا مسكت الكرنبيطة بتاعتي، قطعتها وغسلتها، وبعد كده حطيت حلة كده على النار، فيها مية وفيها ملح وفيها معلقة صغيرة من الكمون، عشان تضيع الغازات او الانتفاخات والحاجات اللي بتحصل بعد من الكرنبيط يعني. وبعد كده اتسلق، سويته كويس، وبعد كده طلعته كده، حطيته في مصفى يصفي المية بتاعته كلها على جنب كده لما اعمل الخلطة بتاعته. الخلطة بتاعتي النهاردة هتبقى عبارة عن كوباية كده من الدقيق، عليها نص كوباية كده من النشا. والنشا هو اللي هيخليه بقى مقرمش، عشان ما نحتاجش بيض، يعني النشا هو اللي هيخليه يقرمش. وبعدين هحط عودين كده من الكزبرة على الشبت، مقطعهم كده صغير، وكمان احط معلقة مهروسة من الثوم، واحط كمون وفلفل اسود وملح وكزبرة ناشفة. عايزة تضيفي بقى معلقة صلصة ماشي، عايزة تضيفي كركم ماشي. دي كل الحاجات ديت اختيارات يعني. اهوت حطيت الخضار بتاعي، حطيت فلفل اسود وكمون وكزبره زي ما قلت لكم، والملح طبعا. لازم اوعوا تنسوا ان انتوا تحطوا ملح في الميه، لان الملح اللي في الميه ده هو الاساس اللي هيخلي الكرنبيط بتاعي ملحه كويس يعني. معايا بقى هضيف له كوبايه ونص من اللبن على حسب طبعا الدقيق بيحتاج ايه يعني، لو انت وحسب القوام اللي انت شايفاه قدامك. لو انت ممكن الدقيق يحتاج معاكي كوبايه واحده بس، وممكن يحتاج معاكي كوبايه ونص، وممكن اكتر، على حسب القوام اللي انت شايفاه قدامك يعني. اقلبه كده بالمضرب. الخلطه معايا تقيله سميكه، فانا عاوزه آه اخليها سايبه شويه، فاحط لها كمان نص كوبايه من اللبن. خدت كمان اقل من نص الكوبايه. وكده بقى الخلطه بتاعتي بقت جاهزه، وهو ده القوام اللي انا عاوزاه. برب فيها كده كويس، بضربها كويس كده بالمضرب. وانا ضفت كده، ده اضافه كده من عندي، انا حطيت معلقه خل، وحطيت نص معلقه صغيره من الجنزبيل. ديت اختياري، اللي عاوز يحط يحط، واللي مش عاوز ما يحطش، بس انا بحب احط الجنزبيل يعني في اي حاجه. خلاص كده الخلطه بتاعتي بقت جاهزه معايا. ده الجنزبيل اللي انا بحطه ده. بعد كده هشيل القرنبيط بتاعي بعد ما خلاص نزل كل السوائل اللي فيه، بشيله بقى، بحطه في قلب الخلطة ديت، وبدخله التلاجة لمدة ساعة. احطه كده في الخلطة زي ما انتوا شايفين بقى، وادخله التلاجة. هيقعد في التلاجة معايا ساعة، لحد يعني هو هيفضل طول آه، هيفضل وقت في التلاجة لحد ما اطلعه عشان احمره. هو قعد معايا ساعتين في التلاجة. الكفر بقى بتاعه الخارجي، اللي هيخليه طبعا طبقته مقرمشه وحلوه، وما يوقعش اي حاجه في الزيت، والزيت يفضل معاك نضيف. هتجيبي كوبايه من الدقيق، وتحطي عليها معلقتين من النشا، وتشيلي القرنبيط بتاعك من الخلطه دي، تحطيه في الدقيق وتحطيه في الزيت زي ما انت شايفه كده. وده طبعا الطبق اللي انا هطلع عليه القرنبيط بتاعي.
شايفين طبعا انا حشت الصوت، بس انا كنت بوريكم ان هو مقرمش. كده يا حبايبي يكون الفيديو بتاعنا خلص، ووصفتنا النهارده كمان خلصت. لايك وشير لو عجبك الفيديو، متنسيش تعملي بقى اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.